بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أكبر باحث في الشرق الأوسط 2013، ماخذ البطولة في الفسفور الأبيض والفسفور الأحمر وأحوال الطقس في الكرة الأرضية والكرة السماوية. كما تعتقدون أن أحوال الطقس هذه الأيام غائمة جزئيا وإلى كذلك، وعندنا برشومة تشرح لنا كيف الوضع. شوف، هذا يتكون من صواريخ التي سوف نضربها على إيران في 2013 مع دخول 2014 طبعا. التصوير هذا والتصميم كان في استوديو هنكونج بلاي ستيشن. يس، and بلاي ستيشن. يس، بلاي ستيشن. وثم بعد ما نضرب عليهم هذه الصواريخ الصاعقة، شوف هذا مخرج الصاروخ، رأس الصاروخ الذي يحمل الفسفور الأبيض والنووي الأزرق. وثم أحوال الأجواء التي سوف تكون بعد الضربة القاسية التي سوف ندفعها لجميع الشيعة في أنحاء العالم. شوف معك هذه الطوال. شوف 1 2 3 4 5 6 7. This 7 all this forming Iran. And this 1 2 3 4 5 6. This 6 all forming Saudi Arabia. Yes. And the PlayStation after 2 months. And the PlayStation. Yes. After 2 years, all Saudi Arabia, Iran, all go موت sleep. Yes. ومن ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي كذا. إذا سوينا هذا الصاروخ كذا بعد بالانفجار، ماذا سيكون لنا؟ حدوث أمطار. النشرة الجوية التي شوف هذه بشكل كرة أرضية مصنوعة من ويش؟ من ويش هذه مصنوعة؟ من أشعات الصاروخ له اللاليزر اسمه. نعم، وبالتوفيق، وإن شاء الله سوف نجري أبحاث علمية جديدة ونوافيكم في جميع التقارير من BBC في كندا. أبو عدي، ملك ملوك أفريقيا، إمام المسلمين، قادة العرب من بعد الشهيد معمر القذافي، ولله في أمره شؤون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو عدي في كندا، تورنتو، ولاية عاصمة كندا. جود باي، جود نايت، مع السلامة. سوري، عراقي، فلسطيني، كله عربي.